نخوتهم مع الجزائر. معركة أسلي، معركة أسلي 1844. ليه معركة أسلي تمت لأن المغرب كان بينصر الجزائر لما الجزائر احتلت من فرنسا 1830، وآوت عندها عبد القادر الجزائري، وساعتها فرنسا يعني عشان توقف هذه المساعدة حاربت المغرب في موقعة أسلي جنب وجدة، وضربت الرباط، وعملت يعني أكثر من 800 شهيد في المغرب. واستمر الموضوع في النصرة لدرجة ان في الاخر اوروبا ما لقتش حل لان هي تفكر في احتلال المغرب، وده اللي بعد كده مهد لاحتلال المغرب من فرنسا ومن اسبانيا. يعني دفعت المغرب ثمن غالي جدا لنصرتها للجزائر. واستمر الموضوع على فكرة حتى بعد تحرر المغرب من العدوان او من الاحتلال الفرنسي والاسباني سنة 1956. بعدها بسنة واحدة فقط سافر محمد الخامس الملك المغربي الى امريكا عشان يجمع التأييد العالمي لتحرير الجزائر من الاحتلال الفرنسي. شوف، من اول الاحتلال بيدافعوا عنهم وفي اخر الاحتلال برضه بيدافعوا عنهم بعد الاستقلال. وعمل خطبه كبيره في الامم المتحده في 9 ديسمبر 1957 لنصره الجزائر من الاحتلال الفرنسي، وده اللي نتج عنه بعد كده الاحتلال الفرنسي مشي سنه 1962.